بتسمعي كلمة الله بتحسي بإيه؟ بحس بقشعريرة في كل جسمي يعني. ممكن انت تكون ماشي في اي قدر ليك ومجرد ما بتقول كلمة الله او ان انت تحس بيه ان هو جنبك فبتلاقي كل كيانك اتغير يعني، او كل المصير اللي انت رايح له هيتغير. بخشوع طبعا، وببقى عايزه يعني اعمل اي حاجه ترضي ربنا وكل حاجه، بس ساعات احيانا بيبقى شيطان بيبقى جوايا ما بحسش باي حاجه يعني. بحس بانه حاجه كبيره، مش عارفه بصراحه، بس هي حاجه بتلمس القلب. بحس ان انا بحب ربنا قوي، وان يعني طبعا اي حد بيحب ربنا لما بيسمع كلمه الله كفايه ان هو يسمعها بس جسمه بيقشعر كده من كتر حبه لربنا. بحس بخشوع كبير جدا وفرحه في القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شعور غير عادي يعني، شعور احساس كده بالامان يعني. بفتكر الصلاه، بفتكر القران، بفتكر الصوم، بفتكر العبادات طبعا اللي احنا معظمنا بعدنا عنها. بحس باطمئنان. مش بقول لك بان ذكر الله تطمئن القلوب. كلمة الله طبعا ليها تأثير كبير، يعني الواحد لما بيحس كده يعني بيحس براحة طبعا. إن الله مفيش أحلى من كده، حتى لما تشوف حاجة حلوة بتقول الله لوحدك كده. لو حد قال لك اوصف لي ربنا توصفه له ازاي؟ لا مش قادرة مهما اكون هو جمال شكله او عظمته، حاسة ان هو اكبر يعني. محدش يقدر يوصفه. ربنا كبير، العلي الكريم، محدش يقدر يوصفه. ربنا جميل، بيحب الجمال، كريم، غفور رحيم. ربنا محدش شافه لكن عرفناه بالعقل، عرفناه من خلال الكتاب الكريم، القرآن اللي وصف ربنا سبحانه وتعالى عز وجل بأنه الرحيم الغفور، الأسماء الحسنى كلها لربنا سبحانه وتعالى. ربنا ده اللي خالق كل حاجه يعني، وفي مجرد 6 أيام يعني. ربنا ده ممكن يكون أحن حد في الدنيا، وأقوى والقوي والجبار وفي كل الصفات. هو هو يعني كل شيء، فاهمني؟ سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني لا أحد يستطيع أن يصف الخالق يعني. لما تشوف ربنا يوم القيامة تقول له إيه؟ هقول له يا رب سامحني لو انا كنت اخطأت في اي حاجة كان ينفع اخد بيها فرصة اكتر من كده قدامك. انا هطلب منه المغفره. هقول له ان انا ما عملتش حاجه غلط في حياتي، وان انا كنت بصلي وبصوم. هقول له ظلمنا كتير قوي في الدنيا، بس انت معروف عنك انك انت رافع الظلم عن الناس. يا ريت الواحد فعلا ربنا يكرمه ويتملى بوجهه الكريم. اقول له انا بحبك يا ربنا، ويعني لو كنت غلطت او كده فيعني انا مش معصومه من الغلط يعني، مفيش حد معصوم من الغلط. أول لما أشوفه أقول له سامحني طبعا. إيه علاقتك بقى بربنا؟ الحمد لله يعني علاقة كويسة. بحاول على قد ما اقدر ان انا لو في اي حاجة انا اهملت فيها وحسيت بيها في تأثير اي وقت ان انا احاول اعوضها يعني. بصلي وبعبده كده، وفي رمضان بنقعد كل المصريين تعبد ربنا عشان رمضان. العلاقة طيبة جدا، بأدي فروض صلواتي وبأدي أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وأتمنى الرضا منه. انا مش متدين للاسف، ودي حاجه مش كويسه، بس انا يعني مؤمن جدا بربنا، عندي ثقه غير عاديه وبلجأ لربنا في كل حاجه. أنا علاقتي بربنا المفروض بتكون صلاة وصوم وشكر وعبادة وحب وخوف وكل حاجة. المفروض هي دي علاقتي بربنا، ده المفروض. والله يعني العلاقة بالله يعني فيها جزء تقصير وفيها جزء طمع في عفو ربنا سبحانه وتعالى.